السلام عليكم، معاكم فطوم. النهارده هنعمل طريقه المخلل اللارنج تحفه. ده لارنج يا جماعه، مش برتقان. هو شبه البرتقان، بس هقول لكم دلوقتي الاختلافات اللي بينه وبين البرتقان طبعا، وكمان ازاي تعرفي تنقيه. عندي اللارنج زي ما انتوا شايفين، الاختلاف اللي بينه وبين البرتقان انه ده القشره بتاعته سميكه جدا، وكمان خشنة. يعني البرتقان بيكون ناعم في الوقت ده، طبعا بيكون البرتقان ناعم. ثانيا بقى، تعرفي ازاي ان الرنج ده حلو وفيه لحم؟ ان انتي تشيلي الرنج زي ما انا بمسكه كده تلاقيه خفيف، تعرفي ان ده مش مليان بذر وهيبقى فيه لحم كويس، تعرفي تاكليه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنروح بقى على طول على طريقة ازاي نخلله. اول حاجة عندي حلة على النار، اول ما بتبدأ تدخل كده في الغليان بحط عندي 3 معالق ملح، 3 معالق سكر. السكر ليه؟ علشان المرارة شوية اللي في الرنج تبدأ يعني ايه تتلاشى حبة يعني. طبعا هتبقى لسه موجودة بس هتبقى اخف شوية. هنا عندي رصيت الرنج في الحلة بتاعتي، وابدأ احط بقى على الرنج غطا حلة اصغر من دي، علشان خاطر زي ما انتوا شايفين هو بيطفو على السطح لانه خفيف جدا. فهتحطي عليه غطا وتحاولي كده تنزليه لتحت، وكل فترة بتروحي مقلبة اللي فوق تحت وهكذا. المدة قد ايه؟ 7 ل10 دقايق بس، وبتطلعيه تشطفيه كويس جدا جدا جدا. وبعدين ياريت تنشفيه، يعني بفوطة بمنديل اي حاجة، بيطلع معاكي بقى بالشكل ده. بصوا بقى طاري ازاي. 7 ل10 دقايق بس على النار في المية اللي انت شفتيها دي. هبدأ بقى اقطعه. انا هقطعه 4 ارباع. طبعا انتي ممكن تقطعيه نصين بس لو حابة كده. بس يا جماعة الرنج ده مفيد جدا وطعمه لذيذ جدا، وبجد لما هتعمليه هتبقي مدمناه. كل سنة لازم هتجيبي الرنج وتخلليه، حلوة قوي قوي قوي. هبدأ بقى اقطع كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. بوريكم من جوه، شوفوا مفيهوش بذر ازاي. زي ما انا قلتلكوا طريقة التنقية بتاعته دي مهمة جدا. هنا عندي هبدأ ان انا اعمل الخلطة اللي هحطها في الرنج من جوه. طيب عندي ايه؟ عندي انا حطيت معلقة، وهزود دلوقتي معلقة تانية برضو من الملح الناعم، وده ملح بحري علشان خاطر يبقى المخلل مفيد. وبعدين رحت حاطة كمان 5 معالق من الملح الخشن ل6 معالق، ومعلقة صغيرة من حبة البركة، مش كتير عشان ما تسودليش المية بتاعت الرنج، وكمان حبة شطة صغيرة، وكمان عملت هريسة شطة حطيتها عليها اللي احنا عملناها مع بعض في القناة. وهبدأ ان انا احشي تقريبا معلقة صغيرة في كل وحدة لارنج. وطبعا برطمان نضيف ومعقم زي كل مرة ما بنقول في المخلل بتاعنا، وببدأ ارص فيه كل المخلل. هبدأ بقى اخلص كل الكمية بتاعتي واحشي كل الرنج عندي واحطه في البرطمان. طبعا لو انت عايزة تحطي عصفر ممكن جدا، بس انا بحبه بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين برصه كده واحدة واحدة، وما تحاوليش تضغطي، يعني ما تحاوليش تملي قوي للاخر، ما تحاوليش تضغطي عليه جامد. لكن لو هو بيتضغط بالراحة معاكي تمام زي كده، بس ما تحاوليش تضغطي جامد لانه هو اصلا مسلوق فممكن يتهري معاكي. جينا بقى للمحلول الملح اللي احنا هنحطه عليه. انا هنا عندي حطيت في الدورق ده 9 كوبايات مية. كل كوباية مية عليها معلقة من الملح، يعني 9 كوبايات مية عليها 9 معالق ملح. تمام. خشن بقى ناعم اللي يريحك، بس طبعا حطي المفيد زي ما انا قلتلك، يكون ملح بحري سواء ناعم او خشن عشان خاطر تستفيدي بالمخلل اللي انت بتاكليه. وحطيت معلقة من هريسة الشطة، وهبدأ احطها واغطي كل برطمان بالمية.
طبعا المية دي يا اما مغلية وباردة تماما، يا اما من قبلها بيوم ملياها من الحنفية عادي بس مغطية عليها وسايباها لتاني يوم. وده عندنا المخلل بتاعنا جاهز. تقدري بقى تاكلي من المخلل ده من 10 ايام لاسبوعين، وانا برجح طبعا اسبوعين. يا رب تكوني الوصفة سهلة وبسيطة وعجبتك. لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تضغطي على زرار الاشتراك وتعملي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد بينزل. والف هنا وبس.